خسران شوي يعني يكون يبي ينعزل يبي يروح غرفة الملابس وما شابه ذلك يعني. في مباراة فرنسا والمغرب أمس امبابي وأشرف حكيمي تبادلوا التيشيرتات مع بعض صح؟ حكيمي لبس مش حكيمي امبابي لبس التيشيرت وراح حيا فيه الجمهور المغربي. لقطة ثانية حق امبابي الناس يحتفلون في غرفة الملابس وفرحانين، امبابي فضل انه يروح يقعد مع رفيقه اشرف حكيمي على احدى ممرات دخول اللاعبين وكانوا يسولفون وحتى اللعيبه كانوا يجون يعني اللي يحيي الثاني واللي يواسي الثاني واللي يبارك حق الثاني. حقيقة هذه المشاهد كانت جدا جميلة وحلوة وهي طبيعية يعني في عالم كرة القدم. بعد نهاية أي منافسة المفروض أن أنا أقول لك مبروك وأنت تقول لي هارد لك، وإحنا نقول في الشعار دائما الابتسامة عند الخسارة والتواضع عند الانتصار. هذا الشعار شفناه أمس، أنا شفته. طبيعي دي كرة القدم، معروف في الآخر إن في منتخب بيكسب ومنتخب مهزوم، بس هي بتفضل العلاقة الجميلة. وانا شفت بالاخص في كاس العالم ده ان في ترابط بين اللعيبه والاصدقاء، ان هم بعد كل مباراه اللعيبه بتوصي بعض غير قبل كده. يعني شفنا امبارح يمكن في علاقه كبيره بين حكيم و مبابي، علاقه مش من دلوقتي، ده علاقه من ايام ما كان ريال مدريد وبعدين باريس جيرمان في فرنسا. علاقه على طول، حتى الاجازات بتاعتهم والخروجات كلها مع بعض. واللي انا شفته امبارح ان هو بعد الماتش ان هو يلبس القميص ويروح لجمهور المغرب، دي حاجه جميله احنا ما بنشوفهاش الا قله في الملاعب، ان كانت الاوروبيه او الملاعب العربيه او الملاعب الافريقيه. دي حاجه ابو جاسم بتقول لك ان الترابط والصداقه والمحبه هي دي اللي هتبقى بعد كره القدم. انا والنصر مثلا النهارده لعبنا ضد بعض، بس دلوقتي احنا علاقتنا ايه؟ وبعد كل مباراه كنا نطلع مثلا نقعد نتكلم مع بعض. هو ده اللي مطلوب في كره القدم، ده اللي مطلوب، ان يبقى ان في معروف في الاخر ان في لعيب هيبقى نجم، في فريق او في منتخب هيكسب. في الاخر بتفضل ان انت بعد المباراه بتغير تيشيرتك مع اللاعب، بتحتفل مع جمهورك، بس اهم حاجه ان انت ما بتعداش اللي هي الحدود، ان انت ممكن يبقى في مشاكل او في اي اثاره. يعني شوف النهارده، شوف الاثنين بعد الماتش، انا شفت حتى منظر امبارح بعد ما هم احرزوا الهدف الاول، امبابي معدي من جنب حكيم بيواسيه حتى بعد الجول. يعني في الماتش يعني جايب كاميرا جايبهم هم الاثنين مع بعض. دي حاجه تعرفك ان هو المشاعر بتاعته، الفرحه بتاعته ممكن تكون هو فرحان، بس العلاقه اللي بينهم خاصه جدا نور. يعني اسمح لي، مش العلاقه اللي يعني اللاعبين اغلبهم بينهم علاقات، لكن صحيح امبابي يداري اشرف حكيم بشكل كبير حقيقه. يعني هو يعني هي اولا هي رساله نقلت للجميع، للجماهير، حتى الاجيال القادمه، اللاعبين الشباب، اللاعبين الاخرين، انه كره القدم منافسه داخل الملعب، وبعد ما تنتهي المباراه الامور مختلفه. لكن يمكن الاضواء سلطت على حكيمي ومبابي، لانهم اصلا انا اعتقد انه حكيمي مر بفتره غير جيده في باريس سان جيرمان. اعتقد من وقف معه هو مبابي صار قريب من عنده جدا واصبحوا اصدقاء. انا يعني معلومتي قليله بهذا الموضوع، لكن قرأت عن هذا الموضوع سابقا. هو من وقف معه فتره عانى نفسيا وما كان يلعب وما كان يؤدي، ومبابي صار قريب من عنده. فانعكست هذه حتى على البطوله بها رسائل كثيره، منها هذه اللقطات، تغيير التيشيرتات، ايضا تحيه الجماهير للاعبين الكبار، هذه ايضا كانت من الرسائل المهمه في هذه البطوله. لذلك لان هذه الفكره توصل للجميع، انه كره القدم احتراف، عمل، أدي، أخدم الشعار، أخدم البلد، لكن تبقى هناك علاقات وصداقات يجب أنه ما نخسرها، وما يقضي علينا التعصب والعنصرية في سبيل أنه دائما نتميز بهالمسألة. هذا اللي هدف. حتى احنا بنتكلم على موضوع العلاقة بين اللعيبة، لا أنا حتى شفت فخامة الرئيس الأمريكي يثني على المنتخب المغربي، شفت فخامة الرئيس ماكرون رئيس وزراء فرنسا راح إلى غرفة ملابس فرنسا وراح إلى غرفة ملابس المنتخب المغربي وقال لهم يعني خذوا بخاطرهم وما شبه ذلك، ما وهن اللاعبين على مستواهم الممتاز. يعني أنا أقصد أن في رسائل حلوة قاعد أشوفها حقيقة، مثل هاي الرسائل اللي نشوفها، المقاطع اللي نشاهدها حقيقة
اعمق واقوى من اللوحات اللي يحطها الفيفا نفسه اللعب النظيف. بالضبط. يعني هذه اعمق وتصل للمشاهد اسرع وللجمهور اسرع، عكس اللي نحط لوحه اللعب النظيف. فحقيقه هذه رسائل تترسخ في الاجيال القادمه، تترسخ للاعبين الحاليين، ان اللعب النظيف لازم يستمر بعد المباراه، داخل المباراه، قبل المباراه. اللعب النظيف هو اللي يسيطر. حقيقه هاي اللقطه هذه معبره جدا بين امبابي وحكيمي. صحيح انهم زملاء في نادي واحد في باريس جيرمان، ممكن اصدقاء، ممكن اكثر من اصدقاء، يعني ممكن حتى يعني اخوه بينهم كبيره، ولكنها تعكس للاعبين وللجمهور. احنا في الملعب لنا فنياتنا، وخارج الملعب او قبل الملعب احنا اصدقاء، ولو انتهت المباراه اصدقاء. شوف امبابي يعني بكل شوف فخر. التيشيرت منين؟ نعم. حكيم حطه فين؟ علشان يشوفون، مش حط عشان الناس تشوف ترى حتى حكيمي لبس التيشيرت بهالطريقه، نفس لبس الحكاية. التيشيرت امبابي بهالطريقه، مش الاسم ورا الاسم قدام. دي حاجه رساله بتوصل لكل الناس ولكل العالم. بس خالد اتوقع انا البطوله اللي زاد العلاقه صراحه التواصل الاجتماعي، اللي هم كذا صوره حطوها مع بعض، حكيمي يغرد عن امبابي يغرد عن حكيمي، فشافوا ردود الفعل من الجماهير سواء بالتواصل الاجتماعي سواء في القنوات التلفزيونيه، فشافوا ان الكل رحب بهذه الفكره، ان كل واحد يتكلم عن الثاني، وزادت يعني نقول محبه. لابد الاشاره الى السيد الرئيس ماكرون، حط صوره اشرف حكيمي وصوره امبابي، اثنينهم، ومعلق فوق كاتب الى اصدقائنا المغاربه مبروك هذه الرحله الجميله، انتم تحيون تاريخ كره القدم. هذا الشيء يعني على فكره شيء حلو، رسائل حلوه يعني تكون بين عادة. خالد هم بدوها هم الاثنين، بدوها بدايه البطوله بالتواصل الاجتماعي، الفيديوهات اللي قاعده تطلع عنهم يوم لعبوا باريس في الدوحه، امبابي شو يقول حكيمي يشرد عليه، فردود الفعل الجماهير على مستوى الوطن العربي والعالمي كله خالد ارتاحوا من التواصل صح. هذا الكل كان متفق وياهم، والكل كان يتباهى بالشغله هذه. يعني احنا بالسابق كنا نشوف خالد نيمار كان ويا ميسي كاس كوبا امريكا، ما اخذ ضجه مثل هذه. ليش هذه اخذت خالد الغوه؟ امبابي شو يقول لا تزعل يا اخوي، كل واحد فخور فيكم او فخور باللي سويتوه، انتم صنعتم التاريخ. هذا هو ان الحاجه اللي عجبتني برشا بالنسبه للتصاور اللي كنا نشوف فيهم، ماناش نحكيو على مباراه عاديه ولا كاس عاديه، نحكيو على نصف نهائي في كاس العالم صح. اللي يزيد يعطي قيمه، ما فما رهان رياضي كبير برشا. نحكيو على نصف نهائي، فريق باش يمشي للدور نصف نهائي، ونشوفوا تصاور كيف هذوما تصاور يدرسوا يتقراوا. المفروض انه لابد ان اليوم الاجيال تشوف التصاور هذه ونبنيوا عليها. نحكيو على ملاعبيه في مستوى عالي، نحكيو على مبابي اليوم من احسن الملاعبيه تسويقا معناتها من الناحيه الماديه ولا من الناحيه الرياضيه، ونشوفوا زاد حكيمي كيف الملاعبيه اللي عطاوا اداء كبير في الكاس العالميه هذه. هذاك علاش القيمه بالنسبه للتصاور هذوما لابد انه برشا ناس وخاصه المتفرجين المتعصبين. فبعد انا نشوف بعد ساعات المشكل مش حتى في اللعيبه برك، فما جماهير متعصبه تحب لابد